يا صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده بقى كده نعمل صينيه كيكه باليوسفي. معايا هنا المقادير زي ما انتم شايفين كده، كوبايه وربع من السكر، دي كوبايه واحط كمان ربع كوبايه، وعندي كوبايه الا ربع سمنه على زيت. تقدر تستخدمي زيت بس وتقدر تستخدمي سمنه بس زي ما انت عايزه. وعندي نفس الكوبايه 3 كوبايات دقيق، دول كوبايتين، واحط كمان كوبايه. ومعايا هنا بقى دي ازازه الحاجه الساقعه اللي هي ال 200 ملي، اهي دي بتعمل يوسفي. تمام. وعندي 4 بيضات ورشة من الفانيليا، ومعايا كمان كده باكو من البيكنج باودر ومعلقة من الكيك شيف. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على خير خلق الله ونبتدي كده بقى الشغل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنجيب بقى الخلاط بتاعنا، هنشتغل في الخلاط. الكيكة مش هتاخد منك 10 دقايق. هنسمي الله بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط هنا في الخلاط ازازة الحاجة الساقعة دي، ازازة اليوسفي دي حجمها 200 ملي، يعني بنفس وزن الكوباية. وهحط كمان السكر، دي كوباية، وهحط ربع كمان كوباية اهو. يبقى حطينا كوباية وربع من السكر على 4 بيضات على كوباية من العصير برتقان بقى او يوسفي زي ما تحبي، رشة من الفانيليا، كله في الخلاط على بعضه. هنضرب بس شوية كده السوائل لحد ما البيض يفك معانا ويبتدي ينفش، وهننزل بقى بخليط السمنة على الزيت. اول بقى ما المكونات بتاعتنا تندمج هنطفي الخلاط. هنا بقى هنحلل الدقيق بتاعنا كده، هننخله. ادي كوبايه. بصوا الطريقه دي بتسهل عليا، ما ببهدلش الدنيا ولا بتعفر الدنيا زي ما انتم شايفين كده. دي التانية، واحط كمان دي كده تالت كوبايه. يبقى حطينا 3 كوبايات دقيق، 4 بيضات، كوبايه وربع سكر، كوبايه الا ربع سمنه على زيت، كيس ونص كده من البيكنج باودر، ومعلقه كبيره من الفانيليا، مع طبعا كوبايه العصير. هقلب بقى المكونات الجافة دي، احط رشة ملح كمان سنة، وهقلب بقى كده المكونات الجافة. خلاص طفينا الخلاط، وهنزل بقى كده الخليط كده بالتدريج واحدة واحدة. شايفين؟ بصوا القوام بتاعه، ولا هو تقيل ولا هو خفيف. معايا بقى اكبر صينية كده في الثلاث صواني دول، وطنتها كده بالسمنة والدقيق. هنزل بقى كده بالخليط بتاعنا. طبعا الفرن بتاعي مشغلاه من اول ما بدأت اشغل الخلاط، مشغلاه كده على نار هادية عشان يدفى. انا مش عايزاه سخنة قوي عشان الكيكة بتاعتنا ما تتلسعش من تحت وتبقى لسه نية من جوه. فانتي تشغلي الفرن بتاعك كده يعني على درجة حرارة هادية، وبعد كده ترفعي الحرارة قبل ما تدخلي الكيكة ب5 دقايق. تمام كده، خلاص اديتها كده خبطتين. بصوا بقى، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، طلعت اهي بالمنظر ده. طفيت عليها النار، قعدت نص ساعة، رف اوسط درجة حرارة 180. اخدت حوالي كده نص ساعة، وطلعت بالشكل القمر ده. مشغلة تحت بس، مش مشغلة الشواية. لو انتي بقى الفرن بتاعتك مش بتسوي الوش كده فوق، تقدري تطفي تحت وتشغلي الشواية كده 3 دقايق. شايفين بقى؟ بصوا ما شاء الله، هي لسه سخنة، يعني انا لسه مطلعاها من الفرن حالا. عايزه بقى اوريكم جمال القطعه كده من جوه. تنفع بقى كده مع كوبايه شاي بحليب الصبح في الفطار، الولاد وهم نازلين المدارس خلاص على الابواب. نفطرهم بقى كده كوبايه لبن وقطعه كيك. ممكن تحطي بقى في اللانش بوكس مثلا قطعه كيك مع شويه فاكهه. تنفع في اي حاجه، تنفع بعد الغدا، تنفع في العشاء، زي ما انت عايزه. تمام كده، سهله وبسيطه وما خدتش معانا وقت، ومكوناتها مظبوطه بالشعره. صلي على النبي بقى كده في الكومنتات، حطي لي لايك حلو، واشتركي في القناة لو انتي لسه ما اشتركتيش، وفعلي الجرس على علامة الكل عشان يوصلك ان شاء الله اشعار بكل جديد. بصوا بقى كده، هبتدي افصلها كده واحدة واحدة. عايزة اطلعها لكم بس هي لسه سخنة، يعني مش عايزة اقول لكم. بصوا، طلع بخار وهي طالعة. شايفين بقى الحلاوة ولا الريحة بقى؟ مش عايزة اقول لكم. بصوا ما شاء الله، بصوا الكيكة عاملة ازاي، بصوا القطعة عاملة ازاي، ما شاء الله اللهم بارك، بألف هنا وشفا. جربيها ان شاء الله بالطريقة دي، عمرها ما هتفشل معاكي. شايفين الارتفاع قد ايه؟ بصوا السوا من تحت زي فوق.
اخدت نص ساعة في الفرن، مش اكتر من كده. درجة حرارة 180 على الرف اللي في النص. يلا بقى لايك وشير واشتراك في القناة وفعلوا الجرس على علامة الكل لو عجبكم الفيديو. بصوا بقى ما شاء الله. قطعي بقى الحجم اللي يعجبك، انا مقطعاها كده كبير شوية، انت بقى ممكن تصغري التقطيعة كمان. قطعي الحجم اللي يعجبك وزي ما انت عايزة. اتبعي بس الخطوات زي ما شفتي كده في 10 دقايق، سهلة وبسيطة ومش مكلفة، وتنفع بقى في الايام اللي جاية. الشتا داخل علينا والمدارس داخلة، حاجة كده في السريع. بصوا الصينية كمان، يعني شايفين مفيش اي حاجة لازقة فيها عشان مبطنين الصينية بتاعتنا كويس. وقطعة الكيكة طالعة ما شاء الله اللهم بارك. عايزة مثلا تاخدي حجم اكتر من كده بكتير، ممكن تفضيها في صينية اكبر. بصوا ما شاء الله اسفنجية ازاي. بصوا بضغط عليها بترد تاني. افتحها لكم بقى كده تشوفوها. شايفين ما شاء الله مظبوطة على الشعرة. بصوا الفراغات بقى كده من جوه، شايفين مسامات الكيكة. بألف هنا وشفا. ما تنسوناش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على علامة الكل. صلوا على النبي بقى في الكومنتات، اهم حاجة نصلي على النبي في الكومنتات.